البيضاوي بدرع الدوري المغربي مع جمهوره في مركب محمد الخامس على الرغم من خسارته في المباراة الأخيرة أمام مطاردي أولمبيك خريبكا بهدف وحيد. على جنبات مركب محمد الخامس بدا المشهد أسطوريا في ملامحه الكروية، مشهد درامي ذاك الذي رسمه عشاق وداد الأمة، ولربما تساءل من حضر ما الذي يحدث هنا؟ إنها حكاية طقوس السحرة المستديرة التي أشاحت بوجهها عن الجميع لتتوج الوداد بلقب قياسي هو 18. ليلة الاستمتاع باللقب المحسوم جمعت الأحمر البيضاوي بمطارده الأولمبيك الخريبكي، وشمس الدوري التي أشرقت من أرض فدائي الوداد حان غروبها مع الدرع في حضن شعب الوداد. لاعبو وداد الأمة حاولوا افتتاح التسجيل أولا، إلا أن التركيز على الاحتفال أفقدهم التركيز على هز الشباك. ليرد أولمبيك خريبكا بهدف عبر أسامة المزقوري أفرح به مدربه العجلاني، قبل أن تحمر البطاقة الصفراء في وجه القائد الخريبكي إبراهيم البزغودي الذي طرده الحكم اليعقوبي من اللقاء. إيفونا حاول إنهاء الشوط الأول بالتعادل، لكن النتيجة أصرت على منح فوز معنوي للضيوف. جمهور وداد الأمة الوفي لم يتوقف عن التشجيع، وبكاري كوني أراد رد الجميل، لكن البرقادي أدرك إلى أين تسير الكرة. هجوم الفريق البيضاوي اكتسح دفاع أولمبيك خريبكا لكن دون تغيير في نتيجة اللقاء، لتبقى النتيجة الخالدة في أذهان شعب الوداد هي اللقب 18 الذي أحيا مجد القلعة الحمراء. جون توشاك المدرب ومهندس المجد الودادي أعاد بناء أركان البيت ورسم خارطة التألق منذ يومه الأول، يوم سطعت فيه نجوم الوداد شموسا لتضيء سماء فريق لا يستقيم إلا باسم وداد الأمة. للحديث أكثر حول